مشروب قادر إنه يدوب صدى الحديد. متخيلة تأثيره هيبقى إيه على جدار المعدة والأمعاء؟ المشروب ده بيحتوي على أحماض زي الفوسفوريك أسيد والكربونيك أسيد بدرجة حموضة منخفضة جدا بتصل ل2.5، يعني حاجة كده شبه الليمون المركز اللي بتستخدم في إذابة صدأ الحديد وترسيبات المعادن. طب تخيلي بقى الأحماض دي لو دخلت معدة ولادك كل يوم، إيه اللي هيحصل؟ الأحماض دي بتهاجم الأغشية المخاطية المبطنة لجدار المعدة والأمعاء، وعلى المدى الطويل بتسبب حاجة اسمها irritation وجاستريك erosion، يعني تآكل في جدار المعدة والأمعاء، وده ليه مضاعفات خطيرة جدا زي قرحة المعدة والتهاب المعدة المزمن. كمان في دراسة اتعملت في University of Southern California سنة 2022 أثبتت إن استهلاك السكر بنسب عالية عن طريق المشروبات دي بتأثر على مراكز التركيز والذاكرة في المخ عند المراهقين. كمان هتلاقوا الولاد والبنات اللي بيشربوا المشروب ده هم أكتر ناس عرضة لكسور العظام، وده لأن المشروبات دي بتزود خطر الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائها على مادة الفوسفوريك أسيد اللي بتقلل امتصاص الكالسيوم، فبالتالي بتأثر على صحة العظم وكمان الأسنان. كمان لقوا إن المشروب ده بيسرع الشيخوخة الخلوية. بحث اتعمل في University of California سان فرانسيسكو سنة 2021 أثبت إن الناس اللي بتتناول المشروبات الغازية كتير وبشكل يومي عندهم التيلوميرز اللي هي أطراف الكروموسومات أقصر من الطبيعي، وده من أهم مسببات الشيخوخة المبكرة.